السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. النهاردة اللي قدامنا في الصورة ده شرنقة في آخر مراحل التطور والانسلاخ بإنها تكون خنفسة. وفي فيديو امبارح عدينا عدد الخنافس اللي اتحولت وكانوا 12، والشرانق اللي اتحولوا كانوا 18. ولكن امبارح احنا عرفنا ازاي نستخرج مخلفات الديدان بطريقة سهلة جدا باستخدام المصفى. انصح كل اللي متفرجش على الفيديو رقم 12 يتفرج عليه. وان شاء الله الفيديو القادم هنبدأ ننقل الخنافس ونعرف عددهم، وهنشوف عدد الشرائح الجديدة هيعدي ال 18 ولا اكتر. وان شاء الله كل يوم هننزل فيديو، وان شاء الله هنصور كل حاجة احنا بنعملها في فيديو النهاردة. او اللي انا هعمله النهاردة الصراحة هو ان انا بس هشوف انا طلع لي كام خنفسة، وهشوف انا طلع لي كام شرنقة وهنقلهم وبس كده. هنشوف كده عدد الخنافس اللي لسه طالعة من الشرائح بتاعتها. بسم الله. دي 1، 11، 12. خلاص كده تمام. 12 واحدة. نجيب بقى ايه، نجيب الخنافس كده، نجيب الدود بقى عشان نطلع الشرائح بتاعتنا. بسم الله. احنا امبارح حطينا له عيش. طبعا لما بنحط عيش بيبقى صعب شوية ان احنا نلاقي الشرائح، تبقى مش كويسة. ادي 19 كده. عدينا امبارح 100 كده، اكتر من امبارح. هنقفلهم بقى ال20 ولا لسه؟ 19 كده. فيديو النهاردة كان قصير لان النهاردة ما كانش فيه شغل كتير، ولكن فيديو بكرة هيكون فيه شغل كتير جدا. فانتظروا فيديو بكرة وان شاء الله الكل يستفاد. وفي نهاية الفيديو انا بنصح كل الناس انها تبدأ تربي الميل وورم، لانه فعلا هيقضي على مشاكل زيادة اسعار الاعلاف، لانه علف غني بالبروتين، كما انه كمان بينتج سماد قوي جدا وفعال، وبيغني عن الكيماوي. هشوفكم الحلقة الجاية. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.